ده احمد دكتور نسا وتوليد وبطل العرب ومن احسن الناس اللي بتلعب بادل في مصر، وفي 2022 اتأهل مع منتخب مصر لكاس العالم. والنهارده بقى هنجرب اكتر رياضة انتشارا في العالم، هنعرف اكتر عن دكتور احمد وقصته مع البادل، هنعمل تحديات ونلعب ونتعلم تريكس جديدة. وده بقى تكملة لسلسلة الفيديوهات اللي بجرب واتعلم واشارككم رياضات جديدة وبنقعد مع ابطال مصريين. ورياضة النهاردة هي اكتر رياضة بتنتشر في العالم كله، وهنقول ليه في اخر الفيديو، لدرجة ان بقى في اماكن كتير بيحولوا ملعب الكورة والتنس لملاعب بادل. بدأنا بقى، واول هدف بالنسبة لي كان اني اتعلم شوية سكيلز، اساسيات مسكة المضرب ووضع الايد وازاي اتحرك في الملعب. واول سكيل اتعلمتها كانت ازاي اخبط الكورة في الازاز وتروح الناحية التانية. كنت حاسسها صعبة في الاول، بس احمد شرح لي ان المفروض اخبط الكوره فوق، فلقيت الموضوع بقى سهل. نفس الكلام بقى كان نفسي اتعلم اشوط الكوره، اخبطها واطلعها بره الملعب الناحيه الثانيه، وكنت حاسسها في الاول مستحيله، او ان دراعي مثلا مش قوي كفايه ومحتاج شهور من التمرين علشان اعرف اعملها. بس احمد بعد يشرح لي التكنيك وحركه الريست واعمل ايه وانا بشوط، وبعديها لقيت نفسي واحده واحده تقريبا بطير كل الكور اللي بتجيلي عاليه بره الملعب. غير كده بقى احمد قعد يشرح لي امسك المضرب ازاي، اشوط ازاي وانا ورا في الديفنس، ولما بقى بهاجم واطلع على الشبكه اعمل ايه، وبرده شرح لي اقف فين واتحرك ازاي على حسب وضع الكوره في الملعب. وعلى كده خلصنا اول يوم، وحسيت نفسي مبسوط قوي وحابب اني اكمل في البادل. انا احمد علاء عبد الحليم، انا لاعب منتخب مصر للبادل. انا اكشلي دكتور نسا وتوليد بادل، تدرجت فيه، دخلت المنتخب ولعبنا تصفيات كاس العالم وتاهلنا كاس عالم، وبعدين كسبنا بطوله العرب. رجعنا تاني يوم، والمره دي بقى كنت متحمس قوي علشان كنا 4 وهبدا اطبق اللي اتعلمته في ماتش حقيقي. وكان معايا احمد بقى في التيم بيتحرك معايا وقاعد يقول لي يلا نطلع ونرجع، وبيوجهني طول ما احنا في الماتش بنلعب. وقتها حسيت ان انا اتطورت حبه حلوين وبقيت قاري الملعب احسن. وبرضه احمد علمني حاجه اساسيه، اختيار الملعب والكور والمضارب مهم جدا. هو اختار لنا ان احنا نتدرب في مكان اسمه بروز بادل اي جي، الملعب معمول للمحترفين، فكل حاجه فيه كانت مظبوطه لحد عايز يلعب او يتعلم بجد. وبعديها بقى قلت عشان اشوف مستوايا اكتر اروح العب مع صحابي اللي بلعب معاهم كل مره، وبالفعل لقيت نفسي اتحسنت قوي في السماشات، حركتي في الملعب والكنترول بتاع خبطه الكوره والمضرب اتطور جدا. وده بقى كان راي بيسو صاحبي. ايه رايك فيها بيسو بعد التمرين؟ لا جامد. والسبب اللي خلى رياضة البادل تنتشر بالشكل ده في العالم فكرة انها رياضة سهلة ان اي حد يتعلمها، تتلعب في اي فئة عمرية ويلعبوها ولاد وبنات، وعشان بتتلعب 4 دايما فيها جزء سوشيال لذيذ، بتقابل وبتتعرف على ناس جديدة. وانا بقى رأيي الشخصي، وده اللي خلاني اصلا العب بادل اكتر ما بقيت بلعب كورة، هي فكرة ان احنا عشان كنا نحجز ساعة كورة بنضطر نجمع 10 او 15 حد عشان نعمل فريقين او 3، انما البادل كل اللي انت محتاجه 4 وبتحجز على طول. وزي بقى ما وعدتكم مفيش رياضة الا لما هتعلمها واقعد مع ابطالها المصريين، فاكتبوا لي بقى عايزين تشوفوني مع مين الفيديو الجاي وفي انهي رياضة.